هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. مساء الخير لكل متابعينا ومستمعينا، مستمعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أيضا متابعي بث المباشر بوير عربي، يسعد مساكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح أكون معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستديو الدكتور شيفان سيد محمد، اختصاصي بالجراحة العامة والجراحة التنظيرية. نحن وأنتو رح نرحب بالدكتور. يسعد مساك دكتور. مساء الخير إليكم، مساء الخير لكل الطاقم ولكل اللي عم يسمعونا هلا، وإن شاء الله يكونوا بكامل الصحة والعافية إن شاء الله يا رب. مسرورين بوجودك معنا دكتور، وإن شاء الله المستمعين والمتابعين يستفيدوا. لكان بس طلب من المستمعين والمتابعين اللي عم يتابعون على البث المباشر لو تشاركوا رابط البرنامج لحتى يستفيدوا أكبر قدر ممكن من المتابعين. موضوعنا هو على الجراحة التنظيرية. طبعا بكل مجالات الحياة في تطور، في تحديث، في مواكبة، أيضا بمجال الطب، وخلينا نختص بمجال الجراحة التنظيرية أو الجراحة العامة، باعتبار اختصاص الدكتور مختص بالجراحة العامة. في تطور وحداثة بهالمجال هذا. يا ترى شو هي الجراحة التنظيرية؟ شو هي المجالات اللي فينا نخدم المريض عبر هالجراحة؟ وكثير من الأسئلة رح نطرحها على الدكتور. خلينا نحن وأنتو نسأل الدكتور بداية. دكتور، شو بنعني بالجراحة التنظيرية؟ بداية هي الجراحة التنظيرية هي فرع من الجراحة العامة، تمام؟ جراحة حديثة نسبيا، يعني كشيء هيك للتاريخ، انه اول استئصال مرارة بالتنظير كان بتخيل انه كان بفرنسا ب 1987، يعني قبل 33 سنة، تمام؟ وقام فيها جراح نسائية وعمل استئصال مرارة. بعدين هلا هي كانت من بداية القرن الماضي، كانت في بلشوا انه يعني يبتكروا ويشتغلوا على هذا الموضوع بداية، حتى عرفوا شو هو نوع الغاز اللازم ينحقن، بعدين شو هي الأدوات، شو هن المرضى، جربون على الحيوانات، هيك لحتى إنه أول عمل جراحي نظامي بال 1987. بعدها اتطورت كتير. فهي تعد فرع من الجراحة العامة. أكيد العملية هاي تجرى يعني من اسمها مبين إنه هي تنظير، يعني أكيد عبر جهاز معين. لو تشرح لنا شو هو هذا الجهاز. هلا بداية يعني كتير بيسألونا إنه بس يشوفوا إنه الجراحة التنظيرية بفكروها هي التنظير الهضمي العلوي والسفلي. لا ما له علاقة أبدا. التنظير الهضمي العلوي والسفلي بيقوموا فيه الأطباء الداخلية الهضمية، أما الجراحة التنظيرية هي نفس الجراحة العامة تماما، نفس المبادئ. يعني الجراحة هي إنه يعني هي إحداث ضرر للمريض مشان نصلح ضرر أكبر. تمام؟ فهو بالنهاية في فتح بطن، في أزية وفي دم، بس الهدف إنه استئصال عضو، خياطة أمعاء، إيقاف نزف إلى آخره. فنفس الأمراض حاليا تقريبا كل العمليات الجراحة العامة كلياتها ممكن إنه تنعمل بالتنظير. التنظير هو ببساطة شديدة طبعا تخدير عام. هلا بنحكي كيف المريض إنه يعني بيتحضر. بعد التخدير عام هو المبدأ تبعه إنه نفخ غاز ضمن البطن مشان نعمل سبيس، نعمل فضاء، نعمل غرفة ضمن البطن، نبعد الجلد والعضلات عن الأمعاء ويدخل المنظار. بعدين بتدخل الأدوات الثانية ضمن يعني بواسطة شقوق 5 ملي إلى 10 ملي. هاي أحد المزايا اللي هلا رح نحكي فيها، إنه هي شقوقها كتير صغيرة، بينما إنه نفتح بطن 20 سنتي و25 سنتي، والألم والمضاعفات اللي بتصير هي فقط ثقبين 3 صغار، واحد للكاميرا واثنين للأدوات المساعدة. الأدوات المساعدة هي نفسها المقص، الملقط، الحامل الخيطان، نحن بنسميه الملقط أو الفورسيبس، يعني نفس الإجراءات، نفس التكنيك، نفس يعني الشيء اللي بيطبق على الجراحة العامة بيطبق على الجراحة التنظيرية. تمام؟ بس لازم إنه نعرف إنه هي مو تنظير هضمي العلوي، مو تنظير هضمي سفلي، هدول بيقوموا فيهم الأطباء الداخلية الهضمية. طيب. دون جرح، يعني هدول ما فيهم جرح. لا هدول بالمنظار. بالمنظار عن طريق الفم. دكتور، يعني باعتبارنا يعني عم نحكي عن موضوع المزايا، الشيء اللي بيميز هالجراحة هاي عن الجراحات الثانية اللي ذكرت من شوي، يعني الجراحة العامة بتكون في رض على الجسم، فتحة، جرح أو ندبة، ربما تكون الجانب التجميلي أيضا. شو اللي
بيميز الجراحة التنظيرية من الجراحة العامة؟ هلا هو بس مشان ما نفوت كتير بتفاصيل يعني في تفاصيل اختصاصية كتير يعني راح نحكي ببساطة انه اول شيء انه الشقوق تبع الجراحة التنظيرية هي شقوق مليمترية، نص سنتي الى سنتي او سنتي فاصل 2 ماكسيموم، هي ثقبين 3 أو 4 حسب نوع العمل الجراحي. بينما من الجراحة التقليدية، خلينا نقول تقليدية مو العامة التقليدية، هي شق كبير 10 15 20 25 سنتي. هذا الشيء بيخلي انه الألم بعد العمل الجراحي قليل الألم. تمام. الشغله الثانيه الرؤيه، لما الجراح يفوت بمنظار دقه او تكبير المنظار حيكون 4 إلى 10 مرات عن الطبيعي عن العين المجرده، فرؤيه الشرايين والاعصاب والاورده والبنيه التشريحيه حتكون فظيعة أفضل بكتير. تمام. في شغلات ثانية اختصاصية، مثلا انه بنقلل نسبة الانتان، يعني لما نفوت بأدوات معقمة بثقوب صغيرة، غير ما نفتح بطن والأمعاء تنكشف للهواء الخارجي تبع الغرفة، قد ما كانت غرفة معقمة حيكون في لها هوائيات وجراثيم عينة، فبتقلل نسبة الانتانات. بتقلل شيء اسمه الالتصاقات، ما في فتح بطن يعني ما حيصير فيه التصاق إجباري. لما الهواء يدخل على الأمعاء، ولما يصير في نحن الشاش يدخل على البطن وعلى الأمعاء، ويصير في مثل ما نحن بنقول حركشة من الجراح والمساعد على الأمعاء، حيصير في التصاقات. بجراحة التنظير تكاد تكون ما في التصاقات بعد العمل الجراحي. الموضوع التجميل حكيت عليه كتير مهم، يعني للسيدات أو حتى للشباب. ندبة العمل الجراحي التقليدي هي ندبة كبيرة، ندبة معيبة بشعة شوي. هادليك بالجراحة التنظيرية لا، هن مثل ما قلنا 3-4 ثقوب صغار وتقريبا ما بينه. الجانب المادي كمان، هلا الجراحة التنظيرية كعمل جراحي هي أغلى من الجراحة التقليدية يعني كسعر عمل جراحي. ولكن لما نحن بنحسبها عدد الأيام المريض اللي حيضل فيها بالمشفى، زائد المسكنات اللي راح ياخدها بجراحة التقليدية، العودة إلى العمل، لأنه المريض اليوم الثاني الثالث الرابع ممكن يرجع للعمل بسرعة. فإذا حسبنا كل هالشغلة كفايدة اقتصادية على المدى البعيد، الجراحة التنظيرية أوفر من الجراحة التقليدية، بس ولكن سعر العملية حتكون أغلى من الجراحة التقليدية. يعني هاي الناس كتير بتقول لا هي أغلى، المرض التنظيم بتكلف ضعف، لا، هي إذا واحد نظر يعني لهذا الجانب أغلى، بس على المدى البعيد سرعة العودة إلى العمل للمشافي والصادات، يعني المضادات الالتهاب والمسكنات اللي المريض ما بياخدها كتير بعد العمل الجراحي التنظيري، بالمجمل هي أفضل من بس هي يعني رقم واحد الشقوق أصغر والرؤية أفضل. أكيد. دكتور، الجراحة التنظيرية بأي مجالات تدخل؟ يعني هلأ بنسمع أنه أحيانا ضمن الجراحات العصبية، الجراحة الجهاز الهضم، النسائية، حتى ربما البولية، ربما بأي المجالات عم تدخل هالجراحة؟ حاليا بالجراحة العامة مثل ما قلنا تقريبا أغلب العمليات الجراحية، بس في عمليات صغيرة ما فينا نفوت بالتفاصيل، بس أكثر من 90% من العمليات اللي بتصير من الأورام، من الثقوب، من الاستئصالات، كلها اللي بتصير بالجراحة التقليدية بتصير بالجراحة التنظيرية كجراحة عامة. بالجراحة البولية كتير هلا حاليا بيعتمدوا على العمليات احنا بنسميها خلف البيرتوان، بيدخلوا يعني الجراحين البولية كمان فينا يعني يشتغل عليها. الجراحة العظمية، جراحة المفاصل، يعني تنظير المفاصل، يعني ثورة بين ما ينفتح المفصل وبين ما يدخل بالتنظير. بالنسائية تقريبا هلا إذا شلنا العملية القيصرية كل العمليات بتصير بالتنظير. استئصال الرحم، الملحقات، الأكياس المبيض، عمليات العقم، كلياتها بتصير بهيك جراحة تنظيرية. إذن هي ثورة بالنسبة طبعاً. للطب أكيد. دكتور، هلا مستمع عم يسأل إنه يا ترى ليش إنه الطبيب لجأ، باعتباركم ذكرتوا في شغلات مزايا، ليش الدكتور بيلجأ للجراحة التنظيرية وما يلجأ أو يستخدم مثل ما ذكرتوا إنه الجراحة التقليدية؟ شو هي الأسباب يعني؟ هلا على رأس الأسباب هي الجراحات الحديثة مثل جراحة البدانة. يعني يكفي الإنسان يفوت على غرفة العمليات ويشوف مريض وزنه شي 160 كيلو، الجراح والمساعد ومساعد تاني ومساعد ثالث عم يبعدوا بهالجلد وهالطبقات الشحم الفظيعة، يعني مرهقة جدا جدا للجراح. أما بالتنظير هو مساعده 3-4 شقوق، يعني كتير شغلة حلوة. بعدين رضا المريض بعد العمل الجراحي لما يقارن حاله مع مريض تاني عمل جراحة تقليدية، بيشوف الفرق بالمعاناة، بشوف الفرق بين الألم وبين استعمال المسكنات وبين هلا في شغلات مثل ما قلت إنه صعب أحكي فيها، بس رح أضطر يعني هلا موضوع الجراحة التقليدية بصير في إنتانات الجروح
بنسبة أعلى من الجراحة التنظيرية. الفتوق بعد العمل الجراحي تقريبا الجراحة التنظيرية ما يعني نادرا ما يصير عليها فتق يعني بجدار البطن بعد الجراحة التنظيرية، اندحاقات تمام. أما بجراحة تقليدية كتير بتصير تمام، فهي أسهل أسرع أحسن أحسن بكتير أحسن. النتائج هي تكون مرجوة سواء للطبيب وللمريض أكيد يعني 100%. دكتور، بأي عمل جراحي سواء كان بجميع المجالات بتوقع أنه يكون في شيء اسمه تحضير للمريض. يا ترى بالجراحات التنظيرية هل طريقة التحضير أو بروتوكول التحضير هو نفسه اللي بيتبعوه بجراحات التقليدية؟ هلا في شغلة قبل ما أجاوب على السؤال نسيتها، إنه مو أي يعني لازم الإنسان يكون أول شيء جراح عام تقليدي لحتى يقدر يعمل جراحة تنظيرية، لأنه في شغلة إنه ممكن الجراحة التنظيرية بأي لحظة أو بأي مرحلة من مراحل العمل الجراحي تقلب جراحة تقليدية. فهاي حالات كمان اختصاصية ما في نحكي فيها. فلازم يكون جراح ملم بالتشريح، ملم بالاستطبابات، ملم باختلاطات اللي ممكن تصير معه. يعني مثلا إذا مثلا الجراح مشتغل مرارة وانسقب معه العفج أو انسقب معه الكولون أو انسقب أو الكليبس نحن نسميه، أو مثلا فلت معه، هي طبعا حالات نادرة أكيد. إذا ما كان مدرب بالأصل على الجراحة التقليدية، لأنه راح يفتح بطن، فمو معقول يروح ينادي رفيقه مكان بعيد تعال، المريض راح يموت فيه. تمام. فبده يكون أول شيء جراح عام تقليدي، بعدين يكون يشتغل بالتنظير. هلا ما يطبق على على الجراحة العامة كتحضير، يطبق على الجراحة العامة من ناحية المخبر، يعني التحاليل الروتينية طبعا. كاملة، الاستشارات تخديرية والإشارات القلبية، الصور الشعاعية، تخطيط قلب. يعني تحضير المريض للعمل الجراحي بالجراحة التقليدية هو نفسه بالتنظير والعكس صحيح. لأنه الشرط الأساسي بالجراحة التنظيرية بالبطن التخدير العام. المريض إذا ما تخدر عام ما حيمشي الحال. دكتور، هلا حكينا عن المزايا والشغلات الإيجابية والبوزيتيف بهالجراحة هاي. يا ترى مستمع عم يسأل حاله إنه يا ترى لهالدرجة هل الجراحة التنظيرية يعني هي جيدة وما لها سلبيات؟ يا ترى ما في إلها مضاعفات أو اختلاطات مرات بتحصل معكم ضمن العملية، أو يعني خلينا نقول إنه الشغلات السلبية ما إلها شيء؟ تمام. هلا نحن عم نحكي بظروف المثالية، يعني جراح جيد زائد طاقم اللي معه ممتاز مدرب، الأدوات على يعني نوعية جيدة مع مخدر جيد. نحن نحكي بهاي الظروف. الاختلاطات اللي ممكن تصير بالجراحة العامة يعني الاختلاطات عامة بالجراحة التقليدية هي نفسها ممكن تصير بالجراحة التنظيرية، يعني اختلاطات التخدير، اختلاطات انتانات الجروح، التصاقات، ولكن بنسبة أقل. بس في اختلاط واحد هو خاص بالجراحة التنظيرية، هو فقط بداية العمل الجراحي. نحن بندخل بالإبرة بشكل أعمى إلى جدار البطن. هون ممكن يصير في كمان نسب قليلة طبعا. يعني أول بداية التسعينات لأول 2000 كان نسب عالية. هلأ تقريبا تكاد تكون معدومة إنه الدخول الأعمى بالإبرة فيرس نحن بنسميها، الدخول ممكن يصير في ثقب على الأمعاء أو ثقب على الكولون. يعني هاي الشغلة الوحيدة اللي ممكن احنا بنخاف منها. وما تبقى بضل بصراحة المزايا هي لا تقارن بالجراحة لا تقارن. أكيد تجاوزوا هالمرحلة هاي باعتبار صارت أكيد يعني ما عاد سمعنا إنه حدا دخل بس إنه بتصير. يعني هذا يعني أنا ليش حكيت فيه إنه هذا اختلاط خاص بالجراحة التنظيرية لكل قاعدة شواذ يعني. تمام. بس إجمالا إذا بنعمل مقارنة من يعني من ناحية المزايا كاملة ما في مقارنة بين الجراحتين بصراحة. كتير. حابب قبل يعني الوقت الأخير من اللقاء أذكر المستمعين اللي عم يسمعونا، للي حدا عنده سؤال فينه ينضم لنا 429 101 أو عبر الواتساب 093 82 80 81 4 أو عبر البث المباشر. إذا حدا عنده سؤال دكتور أكيد راح يجاوب. طبعا موضوعنا هو ما عم نحكي عن الجراحة التنظيرية، الثورة بهالمجال من العلم. دكتور يعني حكينا بخصوص نسب النجاح، يعني هلا كان حكينا موضوع السلبيات انه هي ربما قليلة جدا ضئيلة جدا مقارنة بالجراحات التقليدية. نسب النجاح عادة او النسب المرجوة بالنسبة للطبيب سواء بالجراحة العامة كاختصاصكم او بالجراحات الثانية مثلا؟ هي نسبة النجاح مثل أي جراحة تانية. يعني مثلا نسبة التسريب مثلا من المفاغرة هي نفسها موجودة هون نفس نسبة حدوث النزف متشابهة. تمام. هي فقط بس اللي نحن بنخاف منه، مو بنخاف انه اللي يعني المريض ممكن ما يتقبله، انه ممكن جراحة تنظيرية تقلب
تصير عملية فتح. فهذا حيكون إحباط للطبيب وللمريض ربما. بس في من أحد المزايا اللي أنا نسيتها واللي الناس يعني بتسألنا عنها كتير، موضوع الحامل. حاليا بكل المراجع بتقول إنه عمل جراحي لحامل بجراحة تنظير أفضل بكتير من الجراحة التقليدية. يعني حامل صار عندها التهاب زايدة أو التهاب مرارة أو أي شيء تاني، تمام، إذا حسن الجراحة يعملها بالتنظير ضمن يعني أشهر معين من الحمل أفضل بكتير من الجراحة التقليدية. بيقولوا إنه والله نفخ الغاز وCO2 لما ينفخ بالوطن ما له أي تأثير مشوه أبدا لا على الجنين، وشغلة كتير منيحة. في شغلة تانية بس مشان الفائدة تكون عامة، شو هي الحالات نحن ممنوع نعمل فيها جراحة تنظيرية تماما؟ هذا كان هي شغلات اختصاصية بس مشان الناس تعرف. تمام. أكيد. الحامل بالشهر 7 8 9 بالثلث، نحن بنسميه بالثلث الأخير من الحمل، لأنه حجم الرحم حيكون كبير فما في مجال للحركة والمناورة بالجراحة التنظيرية. واحد، إذا الإنسان مفتوح بطنه قبل هالمرة تماما. إذا كان إنسان مثلا حادث سير مثلا استئصال طحال ما عاد فينا للأسف إنه نشتغل فيها. في 3-4 حالات تانية، يعني شغلات تانية هي مثل موضوع الشنط الدماغي وموضوع الساد بالعين، هدول معلومات اختصاصية بس إنه حاليا اللي بيفيدوا الناس إنه الحامل بالآخر 3 شهور من الحمل ممنوع. واللي عامل فتح بطن قبل هالمرة حيكون صعب كتير، ما فينا نشتغل. فهذا تحدي إلى الآن. يعني خلينا نسأل إنه شو هو السبب، ربما يعني رد على الجرح القديم يعني أو الالتصاق اللي بيصير. يعني مثل حكينا ما في بطن بينفتح سواء كان زايدة أو أي شيء تاني أو استئصال مرارة إلى آخره، بس يصير في فتح بطن والهواء يدخل على البطن ويصير في مناورات من الجراح والمساعدين بس بده ينشف النزف أي يحط نحن نسميه شانات بطن نحطهم، تمام، بس في التصاقات. فنفخ الغاز ما عاد يمشي الحال، ما عاد انت تخلق سبيس نحن بنسميه فضاء، انه نحن نبعد جدار البطن على الامعاء، هذا الشيء بصير مستحيل وبصير في احتمال رد فظيع على العضو. طبعا هذا نحن حديثا صار انه مضاد اصباب نحن نسميه نسبي. يعني إذا المريضة عاملة استئصال زايدة من 10 سنين كون الشق حيكون بالأسفل فينا ننفخ غاز بالأعلى. حلو. بس فتح بطن احنا بنسميه الناصف لعمل جراحي كبير، فرصتها راحت بالتنظير خلاص. يعني مش شكرا لكم دكتور. بنهاية اللقاء هذا شوية نصائح للمستمعين اللي عندهم يعني فكرة ربما خلينا نقول انه سلبية عن موضوع التنظير او خوف من عمليات التنظيرية. هي عمليات سهلة جدا، هي عمليات آمنة. رح نختم لقائنا بشوية نصائح من عندكم. هلا بقول الكل اللي عم يسمعونا انه لا تخافوا من الجراحة التنظيرية. تمام، هي حاليا بالشام أو بأوروبا هي الجراحة رقم 1، هي الخيار رقم 1 للجراح وللمريض. تمام. سابقا كانت تصير في حوادث أو قصص اختلاطات معينة، هلا تقريبا ما عضل منها. جراحة آمنة جدا جدا، جراحة كتير حلوة، المزايا عالية كتير، نسبة الألم أقل، نسبة الإنتانات الجروح أقل. بالنسبة للموظفين العمال بيرجعوا لشغلهم بشكل باكر، بيمشوا على رجلهم نفس اليوم أو اليوم الثاني، ما بيعتمدوا على المسكنات كتير. مزايا نحكي فيها من هون للساعة. لا تخافوا منها، جراحة كتير حلوة كتير لطيفة، وهي أصلا هي الأساس هلا حاليا، هي الأساس. شكرا لكم دكتور شفان سيد محمد، اخصائي بالجراحة العامة والتنظيرية، على هالمعلومات القيمة. بتشكركم مستمعينا على حسن المتابعة، وتشكر زميلتيني بالكنترول والبث المباشر هيلوز ولورين. بتضلوا بخير وسلامة للثلاثة الجاي، ضلوا بخير. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة.